الرسول عليه الصلاة والسلام كي شاف غروب الشمس حكم أبا الدرداء وقالوا يا أبا الدرداء أتدري إلى أين تذهب هذه؟ شوف الآن نظرة إيمانية مع كل شيء تصوري أحب يعطي له درس. قالوا أتدري إلى أين تذهب هذه؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قالوا إن هذه الشمس تذهب عند عرش الرحمن تسجد تستأذن من الله تطلب رخصة من الله تقول له ربي معليش غدوان نعاود نطلع من المشرق ربي يأذن لها والصباح لكن نوضو نلقاوها طلعت من المشرق لأنه ربي عطى لها الرخصة. ومن بعد قالوا يوشك أن يأتي يوم فتستأذن من الله فلا يأذن لها. قال لها من أذن لكش عاود يولي منين جيتي؟ قال فترجع من حيث ذهبت أو من حيث غربت تعاود تطلع الشمس من مغربها. قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا فذاك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذن عندنا واحد النهار يجي من دون سابق إنذار تدود انت الصباح تلقى الشمس طلعت من مغربها. اتصور موقفك في هذيك اللحظة وانت راك مازالك دوك نتوب